الجزء التاني من اسباب سخونة الموبايل. لو لسه ما عملتش متابعة اعمل متابعة عشان ما يفوتكش اي جديد. هنضغط على الاعدادات بالشكل اللي قدامك ده، وهننزل على حاجة اسمها الموقع وهنضغط عليها بالشكل ده. استخدام الموقع الجغرافي دي انا ما برشحش ان احنا نقفلها، عشان الجهاز لو ضاع ممكن ترجعه عن طريق الخاصية دي. لكن هنضغط على البحث عن واي فاي وبلوتوث، هتلاقيها متفعلة ديفولت عندك بالشكل ده كده. لما تلاقيها متفعلة ديفولت عندك بالشكل ده كده، البحث عن شبكات الواي فاي دي حتى لو حضرتك قافل الواي فاي بتكون شغالة في خلفية الجهاز. وطبعا ده كله بيكون ضغط على المعالج بتاع الموبايل نفسه، فده بيسبب سخونة. هو مش هقولك ده لوحده اللي بيسخن الموبايل، بس هو سبب من اسباب سخونة الموبايل. يبقى هتقفلهم بالشكل ده. بحث عن اجهزة تتضمن بلوتوث، هو الخواص دي بتقعد تبحث في خلفية الجهاز، وبتبقى تطبيقات شغالة في الخلفية وانت ما تعرفش عنها حاجة. تاني سبب في فيديو النهاردة في الجزء التاني، لو عندك تطبيقات كتير ما بتستخدمهاش، لو عندك اي تطبيق ما بتستخدمهوش، يعني اي تطبيق انت ما تكونش بتستخدمه او مش مستفاد منه، يا ريت تحذفه، لان ده بيحمل على الرام برضو. يعني لان التطبيقات بتكون موجودة في رام الموبايل مش في مساحة تخزين الموبايل. تطبيقات بتكون شغالة في الموبايل على الرام مش على مساحة التخزين الداخلية. وبكده بتكون انت بتضيع، يعني بالمعنى البلدي او بالشرح الطبيعي كده، بتخنق الجهاز، مفيش تنفس، الرام بتبقى مضغوطة. يبقى انت لو في تطبيق ما بتستخدموش ياريت تحذفه من على الموبايل، وده افضل للموبايل نفسه، لانك انت ما بتستخدمش التطبيق ومحمل على الرام. ولو لسه ما عملتش متابعة اعمل متابعة. ويلا نشوف السبب التالت في فيديو النهاردة. ايا كان نوع موبايلك هتكتب كلمة الطباعة بالشكل ده كده على في السيرش بتاع الاعدادات، وهتضغط عليها بالشكل اللي قدامك ده كده، وهتلاقي خدمة الطباعة الافتراضية. بص حضرتك، انا اول ما شغلتها بدأت تبحث اوتوماتيك لوحدها، بتبحث على اي طبعة بتكون شغالة بالبلوتوث او بالواي فاي او طبعة لاسلكية. وطبعا الخدمات دي بتكون شغالة وحضرتك زي ما قلت لك ما تعرفش عنها اي حاجة. وبكده يكون ده سبب من اسباب سخونة الموبايل واستهلاك البطارية، الاتنين في نفس الوقت. استهلاك البطارية وسخونة الموبايل انا هفصلها بالشكل اللي قدامك ده كده. وبكده تكون انت وفرت استهلاك الموبايل، ووفرت رام الموبايل اللي هو اساسا بيسخن المعالج. وفي الصيف ما بنبقاش محتاجين حاجة تسخنه، هو الجو بيبقى مولع لوحده يعني، فالموبايل نفسه ما بيبقاش محتاج حاجة تسخنه. وفي نهاية الفيديو ما تنسناش من اللايك والمتابعة. ولو حاسس ان حد من صحابك هيستفاد من الفيديو ياريت تشير له الفيديو.